إلى مصر الآن، وهناك أصدر الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي واكبت وأعقبت تظاهرات 30 من يونيو والتي انتهت بعزل مرسي في 3 من يوليو الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان له إن اللجنة سيترأسها أستاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية فؤاد عبد المنعم رياض، وستضم 4 أعضاء آخرين. وفي تلك الأثناء قال مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت إن المنطق يرجح إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لأن الانتخابات البرلمانية ستزيد الشقاق. وأوضح حجازي أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ليست لديه أي حساسية من المطالبة بالانتخابات الرئاسية أولا. واعتبر حجازي أن ساعة العمل الثوري الحقيقي ستدق بمجرد إقرار الدستور. مصطفى حجازي وصف قرار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وصفه بعدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنه قرار نهائي. وأضاف المستشار السياسي أن عدلي منصور لا يرغب تماما في منصب الرئيس، وهذا القرار سيحسم الجدل القائم في خصوص ترشحه.